كنافة. بسبوسة. بسبوسة. ايوه بسبوسه. ايوه. اه اسألي باللغة العربية. باللغه العربيه. اوكي. مش فاهم كله. مش فاهم كله، مش فاهم. هو مش فاهم كله بس افهمه. أنا أفهم عربي فصحى، يعني أدرس اللغة العربية فصحى. So shy like خجول. خجول. أنا خجول جدا. هو بيكسب جدا. السلام عليكم. السلام عليكم. اسمي آسر من فيتنام، وأنا طالب في جامعة عين شمس، وأنا أنا 22 عاما، صح؟ 22 سنة. 22 سنة. اغلبكم عارف آسر from تيك توك، من التيك توك. وهو جه مصر وبقاله فترة في مصر. فاحنا انا حابة ان انا اعرف عنه ازاي جه مصر، وعايز يتعلم عربي ليه، وليه مصر، وكمان عشان انتوا بتتابعوه فتعرفوا عنه اكتر ايه اللي بيعملوا كده. أنا أفهم عربي فصحى، يعني أدرس اللغة العربية فصحى. مش فاهم عامية، مش فاهم. هو مش بيعرف عامية، يعني مش بيعرف العربي بتاعنا احنا المصري، هو بس بيدرس اللغة العربية الفصحى. هتجاوب بالعربي آسر؟ تمام. هتجاوب؟ أيوة. Let's start. لنبدأ. لنبدأ. سنبدأ الآن. هنتكلم دلوقتي على الأسئلة اللي احنا محضرينها أنا وآسر. أول سؤال: الفرق ما بين الثقافة المصرية والفيتنامية. في حاجات لاحظها في الثقافة المصرية مختلفة عن الثقافة الفيتنامية. الثقافة الفيتنامية ننام مبكرا جدا، يعني في الساعة 10 إلى 6 صباحا. مختلف في هو شايف ان احنا هنا في مصر بنسهر لوقت متأخر. يعني هو خد تجربة ان هو مثلا نزل الشارع قبل كده متأخر الفجر ولقى ناس قاعدة على القهوة وكده، فهو شايف ان احنا بنسهر لوقت متأخر قوي. مش فاهم كله. هو مش فاهم كله بس افهمه. ثقافة آسيوية نستخدم أسيون. يعني نطبخ وكل شيء في وقت. اسألي باللغة العربية. اوكي. خدت وقت قد ايه عشان تعرف تنام متأخر زي المصريين؟ ينام الناس في مصر متأخرا جدا، في الساعة الثانية وثالث صباحا. الثانية والثالثة صباحا. هذا يعني ليس جيد للصحة. فعلا ليس جيدا للصحة. ولا تستطيع التعود، يعني لا تستطيع أن تتعود. السؤال الثالث وهنتكلم فيه عن الصدمة. لما سألت آسر وقلت له انت ايه اللي خلاك اتصدمت من الثقافة المصرية، او انت واجهت ايه وخلاك اتصدمت انه ده ازاي هنا في مصر، فقال لي على كذا حاجة صدمته. فتعالوا كده نشوف آسر هيقول لنا ايه اللي صدمه اكتر. صدمة أولى عشان مرونة مسنونة جدا. المرور مسنونة جدا، لأني لا أستطيع أن أعبر طريق أولا واحدة. أنا أيضا لا أستطيع عبور الطريق لوحدي. نعم. It's hard. صعب جدا. و صدمة الثانية اللي في مترو يوجد مكان للنساء فقط، لا يعني مكان للنساء ومكان للرجال. يعني لا تستطيع أن رجال يعني تركين. مفيش مترو بقى نساء ومترو. لا. كله مع بعضه.
لا جميعا. لا في مصر فقط. في مصر مصر فقط. مكان للنساء فقط. لكن في فيتنام لا في الثانوية آسيوية. الثانوية لا لا، كله مع بعضه. كله مع بعض. كله مع بعض. في مصر فقط. هذا صدمة يعني ده كويس. هذا كويس للنساء. مريح اكتر. مريح. انت دخلت مترو النساء قبل كده؟ نعم دخلت؟ في أولا أنا أدخل في مكان للنساء في مترو. و قالت لك سيدة؟ قالت نعم. قالت السيدات لا تستطيعون أن تدخلوا في مكان النساء فقط. ولكن لا أفهم. أنا دخلت يعني لم تفهم. لم أفهم. كل السيدات رأيي بيبص ينظرون إليك. تنظروني look at you. غريب. غريب. لما دخل مترو السيدات لقى ان الكل بيبص عليه، اللي هو مالكم يا جماعه انتوا بتبصوا عليا ليه؟ طيب. I'm so shy. خجول. أنا خجول جدا. هو بيتكسف جدا. بتكسف خجول. خجول. طب الصدمه الثالثه. الصدمة الثالث صدمة يعني جيران. أسكن مع بنتين يسكن مع بنتين. جيراني تطلب شرطة. ليه؟ لأنني أسكن مع بنتين ولا تسوء. مش مسموح في مصر. ممنوع في مصر. السؤال الرابع واللي اغلبنا طبعا اكيد عايز اعرفه، ايه هي وجبته المفضله او ايه الاكل اللي بيحبه؟ وانتوا اكيد لاحظتوا على التيك توك عنده ان هو بيحب الاكل المصري. ايه الاكل المصري او الوجبه المفضله بتاعتك يا ياسر؟ أفضل كفتة شاورما. يعني كفتة مشوية. لحمة بقرية. ومحشي وكشري. وكبدة يعني كبدة مشوية. كبدة مقلوبة. لا على الكشري. لا نعم كبدة كشري على كشري. حلوة جدا. وفي حلوة طعم. أفضل كنافة. الحلويات. كنافة. هي لويناس. وبسبوسة. كنافة. بسبوسة. ايوه بسبوسة. ايوه. حليب رز باللبن. ومختلف في طعام في فيتنام ومصرية. مختلف في مصر يعني نستخدم كثيرا من بهارات. هنا في مصر بهارات كثير. احنا بنستخدم بهارات كتير. في فيتنام لا. في فيتنام مش بتستخدموا بهارات؟ طب ازاي بتاكلوا اكل من غير بهارات؟ نعم دعنا لكن قليل جدا. القليل؟ بتحب البهارات اكتر على الاكل ولا مش بتحب البهارات؟ لا يعني اريد كثير قليل. اسر عايز يقول على على الوجبه الاساسيه عندهم والوجبه الاساسيه عندنا، بس انا حاسه ان هم متشابهين. يعني هناك عندهم الرز وجبه اساسيه واحنا برضه عندنا الرز برضه من الوجبات الاساسيه عندنا. ثقافه طعام في فيتنام. ناكل رز وماء فقط يعني نطبخ رز وماء. رز وميه فقط بس. رز وميه بس. دعنا رز دعنا ماء فقط ومسلوق. وفي كل إسلامي دولة يعني نطبخ مسلوبة. يعني مسلوبة طعام مسلوبة يعني لحمة تحت الرز. يس أنا حبيتها؟ حبيتني. نعم. طعمها حلو لذيذة.
قليل. قليلة. هو بيقول ان هم عندهم في فيتنام لما بيعملوا رز وميه بس، ما بيحطوش بهارات، عكسنا احنا لما احنا بنعمل رز بنحط فيه بهارات، صح؟ لكن في فيتنام لا، بيعملوه مسلوق كده. فهو اكل تقريبا مقلوبه رز ولحمه وكده، فيها بهارات كتير. دلوقتي آسر، انا عايزه اساله سؤال عن تجربته بقى هنا في مصر في رمضان. يعني هو انا شفت فيديوهات ليه وهو بيجرب رمضان في مصر، فعايزه اعرف تجربته في رمضان، تجربته مع المسلمين لاول مره. يعني في فيتنام مسلم قليل جدا. لما أنزور رمضان السابق ما شفتش رمضان قبل كده. لقد أتيت في مصر أنزور رمضان، يعني صلى كثيرا، صلى 5 مرات في اليوم. 5 مرات في اليوم. يعني ومطعم يخلق كل يوم. في المطعم بيقفلوا في رمضان كل يوم. لا تستطيع شراء طعام وأجب أن أشتري طعام في سوق وأطبخ في بي. قلت بقى هسأل آسر عن الطقس. الأجانب بيحبوا هنا الطقس بتاعنا. أحب الطقس في مصر، يعني نعم ليس حار، يعني حار في صباح، لكن في مساء معتدل. ولكن في ليلة بارد. في فيتنام حار. في الطقس في فيتنام الآن حار جدا. كل يوم حار كل يوم. ما فيش مش معتدل. معتدل. ولكن في الشتاء في فيتنام بارد جدا، بارد كل يوم. مصر أقل برودة. برد لكن معتدل. أنت بتحب طقس مصر أكتر؟ أفضل الطقس في مصر. تفضل. ناوي ترجع تاني؟ إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. نو يس. إن شاء الله يس. يا متأكد؟ سأعود مصر. ستعودون مصر بعد بعد تخرجه من الجامعة. من الجامعة، يعني ستعمل هنا؟ ممكن أعمل في السفارة. في السفارة؟ أوه واو. ممكن. إن شاء الله. I love you guys. آسر بيحب الفانز بتوعه كلهم. احنا كده خلاص خلصنا وهننهي الفيديو دلوقتي. أنا وآسر عايز تقول حاجة قبل ما ننهي؟ مع السلامة. مع السلامة.